على الأسلحة اللي يهديها رئيس الوزراء. هذا أنا أعرض لكم. هذا شنو هذا شيخ صباح؟ هذا مسدس هدية رئيس الوزراء نور المالكي. نعم. لمن يهدى؟ ايش مكتوب على المسدس؟ هدية رئيس قربوا لنا الوزراء. الصورة عليه. نعم. هدية رئيس الوزراء. طيب شنو الفكرة من هذا المسدس؟ هذا المسدس يخضع إلى التدقيق وإلى يعني في نوع من الإجراءات كبيرة. شنو الإشكال؟ لا اسمح لي أستاذ عباس بس خلينا نكمل. خلي يكملوا. هذا أولا يهدى لرؤساء العشائر والقبائل، يهدى لرؤساء العشائر والقبائل والجهات السياسية من أجل يعني باعتبار أنه رئيس الوزراء يزورهم أو هم يزورون رئيس الوزراء فيعطيهم هدايا. وطبعا هذا أيضا هل انطاك اياه هدية شيخ لا صباح؟ لا ستان هذا وجدته في الأسواق والعجيب أن سعره 30 ورقة يعني $3000 في الوقت الذي تعيش فيه مدينة الصدر وحي طارق وحي $3000 $3000 ومئات العراقيين يعيشون معلم. طيب شيخ صباح، كثير من المسؤولين عالميا وعربيا يهدون مثل هكذا امور. في العراق حالتان أساسيتان. الأولى أن هذا مشابه لما كان يصنعه صدام. كان عندنا مسدس طارق 9 طارق، مسدس عيار 9 اسمه طارق، يكتب عليه هدية رئيس الجمهورية. وهذا نفس الأسلوب ونفس الذي كان يستخدمه صدام يستخدمه. اولا تدخل شيء جارح الى داخل الاستوديو. هذا واحد. لا هذا شوف بعدين الشيء جارح اذا كان زهير باخر شيء. لا هذا اذا كان بطلقات استاذ شيء جارح. هذا ليس بجارح. هذا واحد. احنا عندنا فاصل، هو من حقه يرد. لا بعدني ما مكمل. النقطة الأساسية أن هذا أولا مشابه لما بعد الفاصل. بعد كم ارجع لك سكيورتي مع العربية.